إريكسن وقع تاني في الأرض. تاني. في ماتش الدنمارك وأوكرانيا الراجل غاب عن الوعي. بس استنى، أنا هقولكوا في شوية الحاجة اللي أنقذته واللي محدش بيتكوا مع عنها. وخليني أوجعك بالرقم. مودريتش سجل هدفه رقم 29 مع كرواتيا وهو في 40، وعدى 198 ماتش دولي، نفس رقم ميسي بالظبط، ماتش واحد بس، وهيدخل نادي 200 مع رونالدو. أسطورة خلاص. وفي حتة تانية بتضحك، رئيس بايرن طلع علني قال لفلورنتينو بيريز: وفر على نفسك التعب، أوليس مش للبيع لحد لو دفع 200 مليون. أنا شايف فلورنتينو قاعد يلعب في الإعلام أكتر مما بيشتري، والقصة دي بقت مسخرة. وفي مغرب تعادل 1-1 مع النرويج، براهيم دياز فتح التسجيل وأوديغارد عدلها، بس الجامد الوحش مزراوي خرج مصاب، والزلزولي كمان. 4 أيام على أمونديال والإصابات بتاكل في الأسود. وأرجعك للي وعدتك بيه في الأول، إريكسن. الدكتور بتاع الدنمارك أكد إن البيس ميكر اللي اتحط بعد أزمة 2021 اشتغل تمام. الراجل خرج من الملعب على رجليه بنفسه. الكهرباء اللي في صدره أنقذت حياته. ينعر. وآخر حاجة وامشي، حصل إطلاق نار على بعد 8 كيلو بس من معسكر إنجلترا في كانساس. 9 جرحى. لا منتخب إنجلترا ولا الأرجنتين كانوا هناك، بس ده شكل أمونديال اللي مستنيينه. قول انت رأيك تحت، أنا قاعد بقرأ.